يامال 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 مش جميل جمال، انت فين يا يامال؟ يعني بصراحة لا حق جماهير برشلونة تزعل وتقرف من القرف اللي انت بتقدمه ده. الناس بتفهم كورة وخايفة تروح في مصير لعيبة هم مش عاوزين يشوفوك وتروح في نفس المصير بتاعهم. انت من نهاية الموسم اللي فات من بعد ما خرجتوا من انتر لبداية الموسم ده ماشي في سكة كده هم خايفين عليك منها، وباينة جدا في الماتشات اللي انت لعبتها لغاية دلوقتي معاهم. انا هقول لك احسن ميزة في يامال ايه. احسن ميزة كانت في يامال السنة اللي فاتت مش مهاراته، مش اهدافه، مش اسيستاته. احلى حاجة في يمين يامال يا جماعة السنة اللي فاتت كلها ان الواد ده كان عنده حاجة موجودة في لعيبة تقيلة جدا في البرايم بتاعها، مش في اول ما بيطلعوا، كمان في البرايم بتاعها. عارف امتى يباصي، امتى يخش يرقص، امتى يشوط من بره. كانت قرارات لعيبه ما بتطلعش الا من لعيبه كبار. عشان كده كانوا بيقولوا ان الواد ده ازاي عنده 16 سنه. انما حته ان انت تحتفظ بالكوره وتموت الهجمه وتفضل تلعب، ولا وانا ميسي ومش ميسي، لا حاسب انت مش ميسي ماشي. فخلي بالك كده وركز وانزل على الارض. واحب اقول لك حاجه يا جمهور برشلونه، ما تقلقش ما تشغلش بالك، انت عندك فليك واخد باله من اللي بيحصل كله في الملعب، واخد باله من اللي يمين يامال بيعمله، وهيقرص له ودنه وهيعرف يظبطه ان شاء الله. لو اي مدرب تاني اقول لك انت ممكن تخاف، بس هو اكيد هينبهه اللي انت بتعمله ده عك وقرف. فركز شويه في الكوره وسيبك من اللي انت بتعمله بره الكوره بالله عليك، عشان احنا عاوزين نشوف لاعب حلو، عاوزين نتمتع بيك يا يامال. انما الطريق اللي انت ماشي فيه الاستفزاز بتاع فينيسيوس والكلام ده ما تقرفوناش بقى يا جدعان. احنا عاوزين لعيبه تمتعنا، عاوزين لعيبه نتفرج عليها كوره ونتمتع بيها، حتى لو مع غريمي يعني عادي ما فيش اي مشكله. كنت بحب ميسي وبتمتع بيه.